السلام عليكم. يسعد صباحكم ومساكم وكل أوقاتكم يا رب متابعين الغالين. أنا علا رباح ورح بلش معكم اليوم بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة بكل بيت إن شاء الله. أول شي معي نص كيلو معكرونة هلالية وكاسة ونص عدس، وعندي معلقة صغيرة توم ومعلقة كبيرة سمنة وملح وفلفل وقدر بصلة كبيرة وجرزتين كزبرة. رح بلش معكم بالخطوات. اول شي انا رح اغسل العدسات منيح وبدي احطهم بالطنجرة مشان ينسلقوا. طبعا هاي الاكلة متى ما انسلق العدس وانسلقت المعكرونة خلاص خلصت، كتير كتير سهلة، يعني متى ما انسلق العدس ربع ساعة بتكون جاهزة. هاي رح اغمر العدسات بالمي وارفعهن على الغاز، وهون حطيت المي مشان اسلق المعكرونة. طبعا المعكرونة ما بدي اياها تنسلق كتير، بس هيك يعني تقريبا انا سلقتها مشان يروح النشا تبعها بس، لانه حتكمل استواها بالعدس. وهون قليت البصلة وحطيت لها نص معلقة ملح ورشة فلفل. طبعا هالأكلة كل ما كانت البصلة يعني كتيرة بقلبها كل ما طلعت أطيب. وفي عالم بتحط لها لحمة، بس أنا ولادي ما بيحبوا فيها اللحمة، حطوا لها لحمة ناعمة مع البصلة كمان كتير كتير بتعطي طعمة طيبة. هلا العدسات عندي هون استووا، رح ضيف عليهم المعكرونة بعد ما غسلتها وبردتها. هلا صفت الشغلة عندي تطبيق بس، رح حركن شوي وزيد عليها المكونات كلها ما عدا الكزبرة. الكزبرة بخليها لآخر شي. هلا حطيت البصلة ولحطت الثوم ورح ضيف عليها تقريبا 3 كاسات مي، قدر غمرن يعني. هالأكلة قريبة للرشتاية، كانوا أهل حمص بيعملوا أكلة اسمها رشتاية، فأنا كمان كتير بحبها هديك الأكلة، تقريبا نفسها بس بيساووا قدامها فليفلة حدة محشية فليفلة دبس فليفلة. بصراحة أكلتها عند رفيقتي مرة وكتير كتير لذيذة، تقريبا هي نفسها يعني ما بتختلف كتير عنها أبدا. هي بعد ما غلت بقلب بعضها رح نزل الكزبرة. يا سلام، والله الأكلة بتجنن، عن جد طعمتها كتير لذيذة وكلها فائدة. العدس مفيد أو البصل والثوم والكزبرة كلياتها حديد هالأكلة. هلأ هون زبطت ملحها وحطيت لها رشة فلفل كمان وخالصة هيك بتكون معي. رح خليها دقيقتين بس تتعقد مع الكزبرة واسكبها. هيك لازم القوام يكون معي، بدي فيها يكون فيها مرقة يعني. ما شاء الله، والله طلعت كتير كتير طيبة. بجد صبايا جربوها وعطوني رأيكم، اكتبولي بالتعليقات إذا حبيتوا طريقتي أو لا. هلأ عصرت عصرة ليمونة على هالجرجيرات، يا سلام، وعصرة على صحن الشوربة. هلأ الحدوقة. بسم الله. بجد بتطير العقل. حطولي لايك ولا تنسوني من دعمكم واشتركوا بالقناة ليوصلكم كل جديد مني. بحبكم كتير والسلام عليكم.